بتكون قاعد على التليفون بتاعك ومرة واحدة بتلاقي في لاج في التليفون او في الالعاب اللي انت بتلعبها، مثلا زي ببجي او بيس او اي لعبة انت بتلعبها، بتحس في لاج او تقطيع في اللعبة. في الفيديو ده هقولك على الطريقة خرافية، يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تستفيد من الطريقة. وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع معايا الشرح. اول حاجة يا جماعة بناجي على الاعدادات، تمام. بعد كده بنجي على خيارات المطور. طب يا امير انا ما عنديش خيارات المطور، اعمل ايه؟ بتجي تحت على اللمحه عن الهاتف، تمام. بتجي على الاصدار، بتجي على رقم الاصدار بتدوس عليه كذا دوسه كده، هتلاقيه لوحده عمل خيار المطور. طب يا امير انا عملتها ومش لاقيه هنا خيار المطور، بتجي على البحث هنا بتكتب خيار المطور، بيجي معاك على طول تلقائيا كده، بتخش عليه، تمام. بعد كده بتنزل تحت خالص، تمام، زي ما انتم شايفين كده، تمام، بالراحة خالص عشان تقدروا تشوفوا الحاجة دي وتقدروا تعملوها، تمام. بعد كده اهي بتجي على مقياس الرسوم المتحركة للنافذة وتكبير التصغير الرسوم وطول مدة الرسوم، بتدوس عليها كده بتخليها مقاس الرسوم على 5.5 البتاع ده اكس، تمام. بتدوس عليها برضو حجم الرسوم، تمام، ودي برضو بتخليها كلهم نفس 5 اكس دي، تمام كده. طب يا امير خلصنا؟ لا، دي اول طريقة. طب يا امير الطريقة دي عملتها وما نفعتش معايا، اعمل ايه؟ تعالوا نخش على الطريقة التانية مع بعضينا. تعالوا يا جماعة نخش على طول على الطريقة التانية، برضو هي يعتبر بنجي على خيارات المطور، تمام. بعد كده بندوس عليها وبنجي على البحث هنا بنكتب له برنامج تشغيل، تمام. بيظهر معنا البرنامج ده او الاختيار برنامج التشغيل على حسب ما هي تظهر معاك، تمام. بص كده على حسب ما انت بتلعب ايه، مثلا ببجي بتجيل عليها ببجي مثلا، دي بتدوس على برنامج تشغيل رسومات النظام كده تلقائيا، مفيش لاج في التطبيق هيحصل معاك ولا اي مشكله هتواجهك في اللعبه دي او التطبيق اللي انت عملت عليه. طب يا امير عايز الغيها الميزه دي، بتدوس على الفيس مثلا تلقائيا بتخليها تلقائيا، هي كل التطبيقات بتبقى تلقائيا. انا عايز اسرع مثلا الواتساب، بدوس على برنامج تشغيل الرسوم، ما فيهاش اي مشاكل كده. باذن الله نكون اديناكم الطريقه الثانيه. ما تنسوش بقى الدعم بتاعكم، لو واجهتكم اي مشاكل اكتبها لي تحت في التعليقات. وكده زي ما قلنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه والتعليق الجميل بتاعكم. مع السلامه، سلام.